خليكي معايا. ليه تستخدمي 10 منتجات وانت ممكن توصلي للبشره زي دي ب4 منتجات بس؟ تعالي هقسم لك النهارده اليوم لجزئين، روتين الصبح وروتين بالليل. برضه هقسم لك الشهر لاسابيع، وكل اسبوع هنعمل حاجه معينه. يلا بينا نبدا. بالنسبه لروتين الصبح، اول حاجه لازم تستخدمي غسول. ليه؟ عشان ينظم الافرازات ويشيل الدهون والزيوت الزايده. بقى لو بشرتك فيها افرازات كتير ومش حساسه ممكن تستخدمي سيرم في اكني كنترول او بايونكس. اما بقى لو بشرتك بتفرز افرازات عاديه ودهون قليله مش كتيره قوي فممكن تستخدمي ناسيسي او توبيجنت. طب ليه؟ لان انا عندي اهم حاجه في الغسول ان يكون فيه مذيب قوي يشيل الزيوت والدهون الزايده. دلوقتي مفيش اي مشكله ان الغسول يبقى فيه احماض تقشير ومرطبات ومهدئات زي الالانتوين والبانسينول والهيالورونيك وغيرها من المكونات اللي ليها فايده على البشره. خطوه في الروتين الصباحي وهو المرطب. حاجه في المرطب ان احنا نختاره ما يكونش فيه مواد بتسد المسام، لان ده السبب الرئيسي لتكون الحبوب. زي ميلانسينول مويسترايزر او نيوتروجينا هايدرو بوست جل. اما بقى لو بشرتك غامقه واكسده وباهته فانت كده محتاجه تستخدمي سيرم قبل المرطب وبعد الغسول على طول. ليه؟ عشان يحمي بشرتك من الاكسده ويديها نطرتها. السيرم ده لازم يكون فيه فيتامين سي، نياسيناميد، يا سلام لو فيه هيالورونيك اسيد، نيتيفز فيتامين سي، وثايول كي سيكريت. اما بقى اهم واخر خطوه وهو استخدام سان سكرين ما يسدلكيش المسام ولا يعمل اكسده لبشرتك، زي ليلاك فلويد سان سكرين وميلاتاين. نيجي بقى للروتين الليلي. مفيش اي تعقيد، هو نفس الغسول ونفس المرطب هم بقى لو في تجاعيد وخطوط بسيطه هتضيفي سيرم فيه ريتينول زي النيتيفز ريتينول سيرم وزي سام باي مي ريتينول سيرم ودي ريتينول سيرم. لو اول مره تستخدمي الريتينول فانت هتبداي بتركيز بسيط 1 من 10%، تدريجي بمره في الاسبوع، بعد كده مرتين في الاسبوع وهكذا. بالنسبه بقى للروتين الاسبوعي، اي بشره دهنيه محتاجه على الاقل مرتين في الاسبوع تعمل تقشير لبشرتها. لو بشرتك مش حساسه فهتستخدمي مؤشرات بالحبيبات زي دول. بشرتك حساسه فانت محتاجه تستخدمي سيرامات فيها لاكتيك اسيد زي زي اوردينري او نورش، او تستخدمي كريمات فيها انزيمات هاضمه خفيفه على البشره او إليمس او فلوريجا. من الاخر مش لازم تستخدمي منتجات كتير عشان توصلي لبشره صحيه. بقى انك تفهمي بشرتك وتديها الحاجات اللي هي محتاجاها من غير ما ترهقيها. كل ما كان الروتين بسيط كل ما بشرتك هترتاح وتديكي الافكت اللي انت عايزاه. ما تنسيش تعملي سبسكرايب للقناه علشان تفهمي بشرتك صح وتختاري لها المنتجات الصح. شيري الفيديو لو عجبك.